قصص النهاردة أبطالها نجوم ومشاهير، وكانت نهايتهم غريبة وغامضة. الموت سر من أسرار الخالق، لا بنعرف هيحصل إمتى وفين، وللموت أسرار وحكايات يصعب على العقل البشري استيعابها، وللموت حكايات وقصص وغرايب. بس قصص النهاردة أبطالها نجوم ومشاهير، وكانت نهايتهم غريبة وغامضة ما تقدرش عقولنا المحدودة تفسيرها. تعالوا نعرفها مع بعض. أول قصة معانا النهاردة هي للشيخ سيد النقشبندي، قارئ القرآن وصاحب رائعة مولاي إني ببابك. وكانت قصة وفاة الشيخ سيد النقشبندي غريبة جدا، وحكاها حفيده سيد شحاتة النقشبندي، وقال جدي توفى بشكل مفاجئ في 14 فبراير 1976، وكان عمره 55 سنة وما كانش مريض، وقبلها بيوم كان بيقرأ القرآن في الجامع في مسجد التلفزيون، وأذن لصلاة الجمعة على الهوا، وبعدها مشي بسرعة لبيت أخوه من والدته سعد الموردي، وطلب جدي من أخوه إنه يحضر له ورقة وقلم بسرعة، كتب فيها سطور قليلة، واداه الورقة وقال له ما تقراهاش إلا ساعة اللزوم، وبعدها نزل ورجع بيته طنطا. وحفيده قال تاني يوم حس جدي بالتعب، فراح للدكتور في مستشفى المبرة في طنطا، وقال له حاسس بألم في صدري. وفي أوضة الكشف اتوفى الشيخ النقشبندي. وحفيده قال إن أخو النقشبندي راح فتح الورقة اللي كتبها بعد وفاته. ترى بقى لقى إيه؟ لقى وصية كاتبها الشيخ بيوصي فيها بأنه عايز يدفن مع والدته في المقابر في البساتين، وما يتعملش عزا ليه، ويكتفوا بالعزا والنعي في الجرايد، ووصى برعاية مراته وأطفاله. وضاف حفيده كمان وقال إنه بالصدفة أثناء رجوع جده من القاهرة آخر مرة شاف صوان عزا كبير لواحد من كبار تجار الفراشة في طنطا، فقال إيه العزا العظمة ده؟ وبعد وفاته فضل الصوان محطوط ما اتشالش. وبعد ما صلى عليه الآلاف في مسجد السيد البدوي واتدفن في القاهرة، أمر المحافظ إن الصوان يفضل موجود لعزا الشيخ النقشبندي. وحكى حفيده إن جده مات وما كانش في جيبه غير 3 جنيه، ما سابش أرض ولا بيت ولا فلوس، لأن كان بيصرف كل فلوس بتجيله على الفقراء، وكان دايما بيقول ربنا بيكرمنا علشان نكرم خلقه. وقال إن الإذاعة ما صرفتش أي معاش لأولاده، وعاشوا في ظروف صعبة جدا. أما تاني أغرب وفاة هنحكيها النهاردة هي الأشهر حد قام بأدوار الشر في السينما المصرية، وتميز بقدرته على التعبير واستغلال ملامحه ونظرات عينيه. وقال عنه المخرج يوسف شاهين إنه بيمثل بتلقائية لدرجة إني بخاف من نظراته قدام الكاميرا. وزي ما أبدع في أدوار الشر، أبدع كمان في دور الفلاح الطيب. يا ترى مين ده؟ طبعا هو الفنان محمود المليجي، اللي أمتعنا بأعمال فنية على مدار 56 سنة. بس قصة وفاة المليجي كانت من أغرب القصص، لأنه توفى أثناء تصوير فيلم أيوب وهو بيمثل مشهد الموت. أيوة زي ما سمعتوا كده. وكشف المخرج هاني لاشين في تصريحات ليه عن كواليس وفاة المليجي، وقال قعدنا على ترابيزة بنستعد بالمكياج وطلب قهوة، وهنا بدأ الفصل الأخير في حياة محمود المليجي. فكان بيوجه كلامه لعمر الشريف من خلال سيناريو الفيلم، وبيقول له الحياة دي غريبة جدا، الواحد ينام ويصحى وينام ويصحى وينام. وقام موطي راسه كأنه نايم على الكرسي واستغرق في النوم. بصله كل الناس بإعجاب كده من روعة تمثيله، وقال له عمر الشريف يا محمود خلاص بقى اصحى. وكانت المفاجأة إن المليجي مات فعلا وهو بيمثل مشهد الموت. أما بقى القصة الثالثة اللي معانا هي الشخص اسمه يعتبر عنوان للبهجة والإبداع وخفة الدم، سبق عصره وعصور بعده، وتميز عن كل عمالقة جيله، فأبدع في أغانيه وألحانه سواء لنفسه أو لزملائه. طبعا بتكلم عن عبقري النغم
محمد فوزي اللي غنى للوطن وللأطفال والكبار وللحب ولكل المناسبات الجميلة، كل ده في سنين قليلة من عمره. لكن النهاية كانت حزينة للعبقري محمد فوزي بعد إصابته بمرض السرطان في العظم اللي ما كانش معروف وقتها، واتدهورت صحته ونزل وزنه من 90 ل 36 كيلو. وقبل وفاته بساعات كتب فوزي رسالة غريبة بيودع فيها أهله وجمهوره، واتكلم فيها عن ألمه. والغريب بقى إنه حدد فيها ميعاد وفاته وطلب دفنه يوم الجمعة. وقال في رسالته الأخيرة إنه من أكتر من سنة تقريباً وهو بيشتكي من ألم حاد في جسمه مش عارف سببه، وبعض الدكاترة بيقولوا إنه روماتيزم، وتانيين بيقولوا إنه نتيجة عملية الكلى اللي عملها، وبدأ النوم يطير من عينه، واحتار الأطباء في تشخيص مرضه. وقال كنت بحاول أخبي ألمي عن الأصدقاء لحد ما اتمكن منه المرض، ما قدرش يتحرك من السرير، وبدأ وزنه ينقص وتسدد نفسه عن الأكل، حتى الحقن المسكنة جسمه خد عليها وما بقتش تجيب نتيجة. وقال بدأ أهلي وصحابي يحسوا بألمي وضعفي، وأنا حاسس إني بدوب زي الشمعة. وقال كمان إن الموت علينا حق، لو ما متناش النهاردة هنموت بكرة، وبحمد ربنا إني مؤمن بيه، فأنا مش خايف من الموت اللي هيريحني من ألمي، فأنا أديت واجبي البلدي. وقال كمان إن إرادة الله فوق كل شيء، والأعمار بإيد ربنا، وأنا لجأت للعلاج عشان ما أثرش في حق نفسي وفي حق أولادي. وودع فوزي جمهوره وأسرته وقال تحياتي لكل إنسان حبني ورفع إيده للسما علشان، تحياتي لكل طفل فرحته ألحان، تحياتي لبلدي، وأخيراً تحياتي لأولادي وأسرتي. وقال في وصيته مش عايز أدفن النهاردة، عايز أدفن يوم الجمعة. وبالفعل اتوفى الفنان محمد فوزي يوم الخميس، واتدفن يوم الجمعة 20 أكتوبر 1966.